قصتنا بتبدأ مع الشاب تيان وهو متكتف بقيود خشبية. تيان كان واحد من الثوار وسبب للملك بورو الظالم مشاكل كبيرة جدا، عشان كده اتسجن لأيام طويلة بدون أكل أو شرب، لدرجة إنه ما كانش قادر يتحرك من التعب. ده غير إن جنود الملك الأندال مسكوه من السلاسل المربوط بيها ونزلوا فيه طحن بالعصيان الخشبية من أجل تعذيبه بسبب مساعدته للثوار. بعد كده لفوا العصيان الخشبية على رقبته بدون رحمة، وهنا الملك بورو الظالم قال لتيان انه هيقتله زي ما قتل والده بالظبط. فتيان اتعصب لما سمع كلام الملك واستجمع اخر جزء من قوته عشان يقاوم الجنود. في بداية المعركة تيان استخدم السلاسل المربوطة بايديه كأسلحة مدمرة ومسك اتباع الملك بورو ظبطهم واحد ورا واحد. ده غير انه اظهر مهاراته الخرافية بفن المواي تاي الفتاك وقدر يسيطر على الجنود بسهولة مع انهم اكتر منه في العدد. بس للاسف القتال استمر لساعات طويلة، ولان تيان ما اكلش او شرب من فترة بدأ يتعب بشدة لحد ما واحد من الجنود استغل تشتت تركيزه ووجه له ضربة قاضية افقدته الوعي في ثواني. اما الملك بورو انفجر من الغضب بسبب مقاومة تيان ليه. بعد كده بتنتقل بينا الاحداث لقرية صغيرة وبنكتشف ان فيها ناس ابرياء اتصابوا بسبب هجوم اتباع الملك بورو عليهم، ومن كلام سكان القرية بنعرف ان معظم الناس عندهم مرض مجهول بيخليهم يتصرفوا بشكل غريب. الاساس في مرض اهل القرية كان الغراب. الغراب يبقى محترف فنون قتالية شرير شغال عند الملك بورو، وهو اللي ساعد في القبض على تيان. ده غير انه عمل تعويذة سحرية مدمرة عشان يأذي بيها اهل القرية لانهم رفضوا يستسلموا للملك. اما تيان فضل يتعذب تحت ايد الجنود طول الليل والنهار، لكنه رفض الاستسلام لانه وعد نفسه انه هيرجع للانتقام من الملك بورو بسبب قتله لابوه وامه لما كان صغير. ده غير انه اتذكر بيم صديقة طفولته وافتكر انه اعطاها السوار الخاص بيه كهدية قبل ما يسافر عشان ما تنساهوش. بعد كده بنقابل المعلم نيرو. المعلم نيرو هو اللي ضرب تيان على الفنون القتالية لما كان صغير وحلق شعره من الحزن بسبب الدمار اللي الملك سببه. ده غير انه عزى تلميذه تيان لانه افتكره ميت. اما الملك بورو الندل كان قاعد في القصر مع نفسه واتفاجئ انه بيسمع اصوات غريبة مش عارف مصدرها. بعد كده افتكر ايام زمان، وهنا بنعرف انه كان واحد من وزراء الملك القديم لكنه وضع السم في مشروبه وخلص عليه بدم بارد من اجل السيطرة على الحكم. بس قبل ما الملك يموت قال لبورو ان في يوم من الايام في محارب قوي هيدمر مملكته كلها بسبب خيانته. وهنا بورو اتفاجئ ان في دم بينزل من دماغه ولقى القصر بيتهد حتى التماثيل اتحركت من مكانها. فحس بخوف شديد وصحي من الكابوس المرعب ده، لكنه اكتشف ان الثوار حضروا بدون سابق انذار لانقاذ صديقهم تيان من الاسر وقتلوا الجنود ببسالة ملهاش مثيل. بس فجأة الغراب دخل ارض المعركة عشان يوقفهم عند حدهم. الغراب يبقى محترف فنون قتالية ملهوش حل وعنده مخالب حادة جدا. ده غير انه ساحر مدمر وخلص على الثوار بسهولة تامة. حتى الملك بورو اتفاجئ من قوته الخرافية وحياها على شجاعته. بعد كده طلب منه يبقى حارسه الشخصي مقابل مبلغ مالي كبير. فالغراب شكر الملك. ده غير انه كشف ليه انه يعرف ان عنده كوابيس مرعبة وقال ان تيان هو المحارب اللي ممكن يدمر مملكته كلها زي ما الملك القديم حذره قبل ما يموت. فبورو اترعب وامر باعدام تيان تاني يوم الصبح. بالفعل خبر اعدام تيان انتشر في المملكة كلها، والملك وضعه في ساحة القصر ما بين جنوده عشان يخلص عليه بدم بارد قدام الجميع. بس فجأة قبل ما حكم الاعدام يتنفذ واحد من اتباع الامبراطور ظهر وقال ان في رسالة من الامبراطور بنفسه بيأمر فيها ان تيان ياخد براءة من حكم الاعدام بسبب قوته وعزيمته المبهرة. فالملك اضطر يسمع الكلام غصبا عنه وبدأ يشك في وزرائه لانه ما كانش يعرف مين اللي بلغ الامبراطور انه هيعدم تيان. ده غير ان الكوابيس رجعت له من جديد وتخيل ان وزرائه عايزين يخونوه فقتل واحد منهم بسبب خوفه. واول ما فاق ما كانش مصدق اللي عمله وشاف غربان كتير في السماء بدون ما يفهم ايه اللي بيحصل. اما تيان وصل لاهل القرية مع مساعد الامبراطور عشان يتعالج من جروحه، واول ما الدكتورة شافته اتصدمت من اصاباته الرهيبة، لكنها قبل ما تقدر تساعده فجأة مجموعة من السفاحين التابعين للملك بورو اقتحموا المكان. السفاحين حضروا عشان يخلصوا على تيان بدون علم الامبراطور، لكن شباب القرية ضحوا بحياتهم من اجل مساعدته. بس للاسف السفاحين اتفوقوا عليهم لانهم محترفين بالفنون القتالية واستخدام الاسلحة. فمساعد الامبراطور اضطر ينضم للمعركة بنفسه، وبعد دقايق طويلة
طويلة من القتال خلص على السفاحين كلهم بصعوبة رهيبة، لكنه ضحى بحياته في النهاية عشان يقتل قائدهم، ومبقاش في حد عايش غير الدكتورة وتيان. بعد فترة قصيرة الدكتورة نقلت تيان للمعلم نيرو عشان يعالجه، فالمعلم قال انه هيستخدم تقنية علاج سرية بالاعشاب النادرة، لكنهم هيحتاجوا ينتظروا الايام عشان يعرفوا النتيجة، ده غير ان نسبة حياة تيان قليلة جدا. وهنا بنعرف ان الدكتورة تبقى هي بيم صديقة تيان، لان كان معاها الصوار اللي اخدته منه هدية. وبعد فترة طويلة من الانتظار مدة العلاج انتهت اخيرا، واول ما اهل القرية شالوا الاعشاب من على جسم تيان اتفاجئوا انه نجا من الموت باعجوبة بسبب قوة تحمله الاسطورية. بس للاسف بعد ما تيان اتعالج حس بيأس شديد، لان صوابع ايديه ورجليه اصبحوا مشلولين ومبقاش قادر يتحرك زي زمان. حتى الدكتورة بيم حاولت تساعده بس بدون فايدة، لان تيان وقع على الارض اكتر من مرة، وفي النهاية زعق لها وطلب منها تسيبه لوحده. بالليل تيان قعد يفتكر ايام زمان لما كان مقاتل قوي ملهوش حل، وحس بالحزن على الحال اللي وصل ليه. عشان كده وقف على طرف جبل ضخم في الغابة وقرر انه يقفز. بس فجأة متسول القرية ظهر وقال له يثبت في مكانه، لكن تيان فضل يعيط وطلب منه يسيبه في حاله لحد ما المعلم نيرو حضر. المعلم قال لتيان ان الصبر جميل، عشان كده لازم يرجع للتمرين بدل ما يستسلم. بس تيان رفض يسمع كلامه، وهنا الشمس طلعت فجأة. فالمعلم نيرو قال ان زي ما الشمس هزمت ظلام الليل، تيان هيقدر يرجع من جديد لهزيمة الملك بورو، لكنه لازم يصبر ويبدأ التمرين من جديد. فتيان سمع كلامه اخيرا وما قفزش من اعلى الجبل. بعد فترة قصيرة تيان نفذ اوامر المعلم نيرو وراح لكهف مظلم عشان يتأمل ويهدئ اعصابه. في الاول تيان واجه مشاكل كبيرة بسبب انه ما كانش قادر يركز، لانه افتكر الماضي الاليم. بس مع الوقت تيان استجمع قوته بصعوبة وبدأ التأمل في هدوء شديد. بعد كده حاول انه يحرك صوابع ايديه ورجليه المشلولة، ومع ان اعصابه كانت متدمرة بالكامل الا انه استمر في التدريب لحد ما قدر يقف على رجليه لاول مرة بعد اسابيع طويلة من الشلل. ده غير ان بيم حضرت لمساعدته في تدريباته وعلمته بعض حركات الرأس عشان يقدر يتحكم في ايديه ورجليه بشكل افضل، لحد ما تيان استعاد قوته بالكامل واتعلم ازاي يسيطر على اعصابه زي ايام زمان. فحس بسعادة كبيرة وشكر المعلم نيرو لانه ساعده يسترجع قوته. اما المعلم قال ان تدريبه لسه بيبدأ، وعرفه انه لازم يتعلم ازاي يسيطر على غضبه ويطور من اسلوبه القتالي. فتيان سمع الكلام بدون تردد وبدأ يتمرن على التأمل طول الليل والنهار لحد ما اخترع اسلوب قتالي جديد بيعتمد على الهدوء والتركيز. بعد كده دمجه مع اسلوب قتال المواي تاي الخاص بيه، وقدر انه يظهر حركات سرية جديدة عشان يستخدمها في قتال الملك بورو الندل من اجل الانتقام لعائلته. في الوقت ده بورو راح لمخبأ الغراب عشان يطلب مساعدته بالتخلص من الكوابيس المرعبة اللي بتجيله. وأول ما وصل مع جنوده سمع صوت الغراب وهو بيقول له يدخل المخبأ لوحده، فنفذ أوامره وانطلق لمقابلته. وهنا الغراب كشف خطته الحقيقية وقال إنه كان بيساعد الملك من أجل استدراجه لمخبأه عشان يخلص عليه ويبقى هو الملك الجديد. ده غير إنه حاول يسيطر على بورو عن طريق تعويذة سحرية خطيرة، بس بورو قاومه بكل ما عنده وهجم عليه باستخدام السيف، لكنه اتفاجئ انه ما بيتأثرش بالضربات. في اول المعركة بورو اتصدى لمخالب الغراب الحادة لانه لابس درعه الحديدي، وامر جنوده يدافعوا عنه ببسالة. فالغراب بدأ القتال معاهم بشراسة ملهاش مثيل، ومع ان الجنود كانوا اكتر منه في العدد الا ان الغراب قوته ملهاش حل وقدر انه يسيطر عليهم بسهولة تامة لحد ما خلص عليهم واحد ورا واحد في دقايق قليلة، واستخدم مخالبه المدمرة لانهاء حياة الملك بورو الظالم بسرعة البرق. وبكده خطة الغراب الخبيث نجحت اخيرا وبقى هو الملك الجديد. ده غير انه جهز كل جيوشه من اجل الحرب، وقال ان الوقت جه عشان يسيطروا على القرى الصغيرة وينهبوا ثرواتها. اما تيان حس بشعور غريب اول ما الغراب بقى هو الملك، وعرف ان في خطر كبير جاي في طريقه، عشان كده زاد من تمارينه الشاقة. لكن في يوم من الايام متسول القرية قال ان في شخص بيدور عليه، واول ما تيان وصل اتفاجئ ان الشخص ده واحد من جنرالات جيش الغراب، وحضر مع مجموعة من الجنود عشان يقبضوا عليه. في بداية المعركة
تيان استخدم فن القتال الجديد اللي اخترعه من اجل السيطرة على الحراس، لكنه رفض يقتلهم وسابهم يعيشوا لانه تعلم التحكم في غضبه. حتى المتسول اعجب بمهارته الخرافية وساعده بقتال الجنود لحد ما تيان افقدهم الوعي وانتصر بالنهاية. بعد كده راح القرية واتفاجئ ان المكان متدمر بالكامل، ده غير ان جنود الغراب كانوا عاملين له كمين وحاولوا يغفلوه، بس تيان استخدم ردة فعله الرهيبة عشان يتصدى ليهم بسهولة تامة، واظهر بعض التقنيات السرية اللي اخترعها وقت تدريباته لحد ما كسب المعركة بلمح البصر واتأكد ان كل اهل القرية بخير. فالمعلم نيرو حياه على شجاعته واتمنى له التوفيق في مواجهة الغراب الخطير بعد ما اصبح ملك ومعاه جيش ضخم جدا. بالوقت ده بنكتشف ان الغراب خطف جزء كبير من اهل القرية وشغلهم تحت امره غصبا عنهم، حتى بيم هي كمان اتخطفت وكانت خايفة ان الجنود هيأذوها. بس من حسن الحظ تيان ظهر فجأة وقال للغراب يطلق سراح اهل القرية والا هيخلص عليه. فالغراب قال لتيان ان مستحيل يقدر يوقفه لانه خطير جدا. بعد كده استخدم تعويذة سحرية جديدة عشان يضلم السماء ويملاها بالغربان من اجل اظهار قوته الحقيقية، ده غير انه خلص على بيم بدم بارد قدام عين تيان عشان يخليه يفقد السيطرة على اعصابه. فتيان وقع بالفخ وبدأ القتال زي المجنون من اجل الوصول للغراب مهما كان الثمن، لان صديقة طفولته اتقتلت قدام عينيه. في بداية المعركة بنلاحظ ان تيان اتحول لوحش كاسر بيدمر كل حاجة تقف بطريقه، ومع ان الجنود كان معاهم اسلحة خطيرة جدا الا انه تفاداهم ببراعة ملهاش مثيل وانهى على جزء كبير منهم بدون رحمة. بس اتباع الغراب احضروا الفيلة وحصروا تيان من كل اتجاه، فتيان استخدم جسم الفيلة لتنفيذ حركات قتالية ملهاش حل، ده غير انه اخد واحد من الاسلحة وبدأ يخلص على الجنود واحد ورا واحد، لكنه اتفاجئ ان في مجموعة جديدة من المقاتلين حضرت من اجل الدعم، فطلب من فيل طيب انه يوقع عليهم تمثال ضخم جدا. اما الغراب الندل استغل تشتت تركيز تيان وقذفه برمح حاد اخترق جسمه. بعد كده قال ان قوته بتزيد بسبب غضب تيان الشديد، فتيان هدى اعصابه واستعاد تركيزه. بعد كده بنكتشف ان القتال ده كله كان مجرد وهم الغراب عمله عشان يسيطر على تيان، بس في الحقيقة بيم لسه عايشة ومفيش حد مات. اول ما تيان كسر تعويذة الغراب السما نورت من جديد، حتى الجنود وقفوا قتال لان الغراب كان مسيطر على عقولهم بسحره. طبعا الغراب اتصدم من اللي حصل وحس انه هيخسر المعركة، لكنه استجمع قوته ووقف من جديد. فتيان بدأ القتال معاه بدون تردد عشان يخلص عليه لان شره هيدمر القرى كلها. في بداية المعركة تيان قاتل بهدوء تام واستخدم اساليب مواي تاي سرية من اجل السيطرة على الغراب بسهولة لحد ما وقعه في المية وطلب منه يستسلم، بس الغراب ما سمعش الكلام ورجع القتال من جديد بشراسة اكبر. وهنا بتظهر مهارة الغراب وتيان بالفنون القتالية لانهم اتحاربوا لدقايق طويلة بدون تعب، لكن وسط المعركة الغراب الندل غفل تيان باستخدام التراب وقذفه برمح حاد جدا، بس تيان ردت فعله اسرع من البرق ووقف الرمح على اخر لحظة. بعد كده مسك الغراب طحنه بدون رحمة لحد ما رماها على قرن واحد من الفيلة عشان ينهي حياته تماما. وبكده تيان اتخلص من الشر الخطير اللي بيهدد اهل قريته الابرياء. وده كان ملخص الجزء الثاني من الفيلم. اشترك عشان يوصلك كل جديد واشوفكم على خير ان شاء الله.